السلام عليكم أصدقائي في قناتكم أطباق لذيذة. النهاردة هقدم لكم طريقة عمل الهمبرجر في البيت. معايا 2 كيلو لحمة مفرومة، وياريت يكون فيها نسبة من الدهون عشان الهمبرجر يبقى طري. ومعايا فتات الخبز. انا كان عندي عيش مفرز وفرمته، لازم يبقى مجمد في الفريزر علشان يدينا الشكل دوت. لو حطيناه وهو طري مش هيتفرم بالشكل الناعم ده. ومعايا كوباية جبنة شيدر مبشورة، نص كوباية جبنة برمجان. وياريت لو اللي مش عايز يحط الجبن دي ما يحطش، بس هي بتدي طعم يعني. ومعايا بصلتين كبار مفرومين، ومعلقة توم مطحون معلقة كبيرة، وزبدة. ومعايا كمان ملح بفلفل وشطة معلقة صغيرة من دي اللي بستخدمها، معلقة شطة معلقة فلفل معلقتين ملح. والملح طبعا حسب الرغبة، يعني ممكن اللي عايز يخفف يخفف، اللي عايز ما يزودش عن كده. هو كده افضل. دلوقتي هنوريكم بقى طريقة عمايل البصل هنعمله ازاي علشان نضيفه للحمة. خليكم معنا. دلوقتي هنحمر البصل ده، مش هنحمره هشوحه بس. البصل هنزله في السمنة والزيت، هشوحه لحد ما لونه يبقى شفاف كده يشرب السمنة دي. مقدار الزيت والسمنة بنحدده بالشكل، يعني مش لازم يكون ليه مقدار، على حسب كمية البصل اللي هتحطيها. لازم يبقى باين كده يعني ان في زيت او مادة دهنية، ما يبقاش ناشف وما يبقاش كتير قوي. يعني لو انا حطيت دلوقتي وعاوزة اضيف تاني هضيف، ما حطيت ولقيته كويس خلاص. ونعلي النار علشان البصل ما ينزلش ميه. ونرش رشه خفيفه من الملح بتاع المقدار بتاعنا، ما ناخدش ملح من بره عشان ما يبقاش الحاجه معانا ملحه. دلوقتي انا ضفت الثوم، معلقه الثوم المطحونه. هبدا اضيف فتات الخبز المطحونه، وهقلب لحد ما الخلطة تندمج مع بعض. لو احتجت رشة زيت هحط، لان انا حاطه زيت وسمنة. ونسيبها تبرد وبعدين نضيفها للحمة. الخلطة دي هتمسك الهمبرجر مع بعضه، مش هتخليه يفك يعني. هنضيفها ليه، بس خلوا بالكم لازم تكون فترة، يعني ما تكونش سخنة عشان مبوظش اللحمة. خلاص كده نسيبها تبرد وبعدين نعجن الهمبرجر. دلوقتي هضيف البصل وفتافيت الخبز اللي انا عملتها اهيت، بردت خالص، ماسكاها بايدي. هحطها مع اللحمه المفرومه وهضيف بقيه الحاجات اللي معايا. هبدا اعجنهم مع بعض كلهم.
انا عجنت البصل مع فتات الخبز مع اللحمه، عجنتهم كويس وحطيتهم في حاجه كبيره. هبدا اضيف بقى ايه التوابل اللي هي الملح والفلفل والشطه. الجبنه دي جبنه برمجان، دي اختياري، اللي عايز يحطها يحطها، اللي مش عايز بلاش. يعني الجبن دي حسب الذوق. ودي جبنه شيدر. انا بحط وهحط معلقه كاتشب. كل ده هيخلي الخليط متماسك وكمان طعمه حلو. هي معلقه بس. وهعجنهم كلهم بقى الخليط الباقي ده مع بعضه، وهنقطعه مع بعضه وهتشوفوا. انا خلصت الهامبرجر. الكمية 2 كيلو مع المكونات اللي انا حطيتها طلعت لي 17 واحدة بحجم كبير، حجم غطا العلبة. وبصوا حطيته بالطريقة دي بينه ورق زبدة عشان لما ادخله الفريزر واجي استخدمه هتشوفوا همسكها كده احطها على الطاسة مفيش مشكلة. بس انا لازم اوديه الفريزر علشان يبقى متماسك اكتر ولو نص ساعة. دلوقتي هنبدأ نشوي الهمبرجر بعد ما خلصناه، بعد ما طلعته من الفريزر واتشمع شوية واتجمد شوية بسيطة، مش قوي يعني. هحط بس مسحة بسيطة من زيت عادي او زيت الزيتون زي ما تحبوا، مسحة بسيطة واول مرة، لان هو بيطلع الدهون اللي جواه، لان هو فيه دهون. نبدأ بقى. هي الطاسة سخنت، بنعلي النار، ولما الطاسه تطلع سخونيه على ايدينا نعرف ان هي خلاص كده. نبدا نهدي النار شويه بسيطه. ما تكترش ان احنا نحط كميه كبيره علشان الطاسه ما تبردش، عايزينها دايما عاليه علشان ما تطلعش الجوس من جواها. هنعمل بقى في طاسه تانيه نحط فيها قليل من الزيت، وهنشوي بصل مع حبه من المشروم وصويا صوص بسيط، مش هنحط ملح، وهنحطه مع الهمبرجر. شايفين متماسك ازاي؟ ان شاء الله يعجبكم. انا عملت بالشكل ده علشان لما نحطه
انا حطيت هنا المشروم على البصل اهو. هحط عليهم معلقه واحده صويا صوص عشان انا مش هحط ملح ولا حاجه، هحط رشه من الفلفل الاسود بس عشان البصل، وعايزه البصل يفضل بيقرمش، مش عايزاه مستوي. انا غطيت الهمبرجر والجبنه بالغطا عشان يساعد في عمليه التسويه من الداخل، من داخل الهمبرجر يساعد اكتر. بعد ما خلصت بحط العيش اللي انا هعمل فيه الساندوتشات كده، بسخنه كده وبعدين اعمله بقى. شويته بعد ما خلصت الهمبرجر، وبعدين عملت خليط معلقتين من الكاتشب على معلقه مايونيز وهعمله كده، وبعدين هحط من ده، هحط من البصل بالمشروم اللي انا عملته ده كده، والهمبرجر اللي عليه الجبنه سيحتها ما بسيبهاش كده من غير تسييح، وهحط خس. وطبعا الاضافات دي براحتكم، يعني اللي يحب يحط يحط، اللي ما يحبش. وكمان الخيار المخلل ده انا قطعته كده. الساندوتش جاهز، اللي عايز يزود من المشروم والبصل يتفضل اهو. وخلصنا وبالهنا والشفا. وهنقدم معاه البطاطس المحمره بالكاتشب وخلاص. اتمنى يا رب تجربوا الوصفه بتاع الهمبرجر ده وتعجبكم، وما تنسوناش بقى انكم تشيروا الفيديو عشان كل الناس تستفيد منه، واللي مش مشترك وعاجبه الشغل بتاعي يتفضل يشترك. اهلا بيه، والسلام.